السلام عليكم. في عالم السياسة حتى حاجة ما كتكون صدفة، وملي كتغير اللغة الدبلوماسية الروسية في قضية الصحراء فهذا الشيء كيعني بأن هناك رياح جديدة تهب لصالح المغرب. هناك إشارات. الإشارة الأولى هو التحول في الخطاب الروسي. منذ سنوات كان الخطاب الروسي أو روسيا كانت تتحدث بلغة الاستفتاء وتقرير المصير، ولكن هذه المرة الأمر كيختلف. لافروف يقول بوضوح: الحل يجب أن يكون واقعيا ومقبولا من جميع الأطراف وتحت إشراف الأمم المتحدة. وهنا جوهر التحول. هذا الخطاب هو ذاته اللي كيتبناه المغرب والمجتمع الدولي في قرارات مجلس الأمن الأخيرة. أولا أعرفكم بنفسي شاهيناز بوخبوز من قناة الجزائر الدولية الجزائر. ما الموقف روسيا من قضية الصحراء الغربية، خاصة مع محاولة الرباط وحلفاء لها فرض مقترح الحكم الذاتي؟ شكرا. فهناك قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة بكيفية حل مشكلة الصحراء الغربية. هذه المشكلة عمرها أعتقد 50 عام أو أكثر. دولة المغرب لن ترفض مبدأ تحديد المصير، ولكن تعتقد أن يمكن تجسيد هذا المبدأ في شكل الحكم الذاتي. وهذا اعتراف غير مباشر على أن الحكم الذاتي اللي قدمه المغرب هو الخيار الجدي الوحيد اللي على الطاولة. وهذا تحول جوهري كيبين على أن الرؤية المغربية قدرت تقنع الكبار وقادرة تقلب الموازين. الإشارة الثالثة هو اللقاء اللي كان ما بين وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ولافروف وزير خارجية روسيا. رجعت الخارجية المغربية بلهجة مطمئنة وهادئة، وبوريطة قال بأن روسيا تتبنى موقفا متوازنا وبناء. وهذه الكلمات ما كتقال إلا عندما يكون الحوار مثمر وعنده نتائج إيجابية. الإشارة الرابعة هي أن جميع المؤشرات القادمة من الأمم المتحدة كتأكد على أن روسيا ما غاديش تعارض القرار الجديد للأمم المتحدة، ما غاديش تستعمل حق الفيتو وتخرج على الإجماع الدولي اللي كيشوف بأن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد الواقعي والجاد لمشكل الصحراء المغربية. الإشارة الخامسة هي بداية البرود الروسي تجاه الجزائر اللي لاحظناه في تصريحات لافروف تجاه الجزائر، بداية من التصريح السابق اللي تكلم فيه على أن الجزائر لا هبة لا وزن، وكيأكدوا هذه المرة من خلال تعليق أو من خلال إجابة على سؤال الصحفية الجزائرية. خليكم مع الفيديو. السلام عليكم، مريم زين من قناة الجزائر الدولية. عبرت عدة دول إفريقية خاصة بمنطقة الساحل والصحراء عن مخاوف من تواجد عناصر فيلق أفريقيا في بعض البلدان، وتعتبره شكلا من التدخل الخارجي في شؤون الداخلية. كيف تتلقى روسيا هذه المخاوف، وماذا عن اتهامات هيئات حقوقية دولية بخصوص ارتكاب هذه العناصر لجرائم ضد المدنيين على غرار ما تم في شمال مالي؟ وشكرا. هم كتبوا لكم وأنتم قرأتم بالتفصيل. الفيلق الإفريقي هو قسم من وزارة الدفاع لروسيا الاتحادية، والعسكريون الروس لا يرتكبون أي جرائم ضد المدنيين. فإذا مكتب تحرير لديكم أو من طلب منكم الإشارة إلى هذا الموضوع، هناك أمور موضوعية، فمن الضروري أرض هذه الوقائع. نعلم هذه الكلمات راها كانت بمثابة صفعة دبلوماسية للجزائر، لأن النظام الجزائري منذ عقود كيعتمد على مفهوم قدسية الحدود الموروثة على الاستعمار، وهو نفس المبدأ اللي كتبني عليه في قضية الصحراء المغربية. ببساطة روسيا الآن تظهر على أن الموقف ديالها لم يعد مساندا للجزائر، وأنها كتعطي وزن أكبر للحقائق الواقعية والمصالح الاستراتيجية، وهذا الشيء كيعزز الموقف الدبلوماسي ديال المغرب. الإشارة الأخيرة لقاء ناصر بوريطة مع لافروف الأخير. هذا اللقاء كان فيه نوع من الود والمرونة والتقدير. شوفوا معايا هذا الفيديو. Уважаемый господин министр, дорогой Насер,
Друзья, мы рады видеть вашу делегацию в Министерстве иностранных дел. يا معالي وزير المحترم، يا ناصر العزيز، يا أصدقاء الكرام. نعم بوريطة العزيز، روسيا الآن تغير لهجتها والجزائر تفقد توازنها. الفرق واضح الآن ما بين اللهجة اللي كتكلم بها روسيا مع الجزائر واللهجة اللي كتكلم بها روسيا مع المغرب. على ذكر الجزائر تفقد توازنها، نخليكم مع الفيديو نضحكوا شوية. ما تهدرش جايني انا كاع الناس اللي قالها كاع الناس تغلبني انا غلبت طاطاختك روح شوف فيها بلاصه اخرى ماشي هنا. هنا كيكون الفيديو ديالنا سهلة، نتلاقاو في فيديو قادم إن شاء الله. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا أن تضغطوا على زر الإعجاب، لا تنسوا أن تشتركوا كذلك في القناة، ولا تنسوا أن تفعلوا الجرس حتى يصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء إلى فيديو قادم بحول الله.